في هذه الكلمة والتي أسهم فيها في حديثه عن فضل العشر الأواخر. بارك الله في شيخنا. أرى زادت المصابيح مصباحا وزاد النور تألقا بوجود فضيلة الشيخ الفاضل مدير إدارة أوقاف ليلة النصر. مرحبا بصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ أشرف. جئت أهلا ووطئت سهلا. نشرف بسيادتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا وعليكم مثل هذه الأيام اليمن والخير والبركات. تحدث فضيلة الشيخ خليل عن فضل هذه الأيام الطيبة. نسأل الله أن يكون لنا حظ فيها. أمين يا رب العالمين. وأن نكثر فيها من الدعاء وأن نصفي القلوب. ولقد أقدم الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحابة وقال لقد رفعت هذه الليلة. بسبب ماذا؟ بسبب تشاحن بين رجلين. إذا فنصفي القلوب. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا بجانب ما يدخروه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. فليبادر كل منا وليصالح من كان له أخ مخاصما له أو أخت مجافيا له أو جار أو إلى آخره، حتى لا نحرم من فضل هذه الليلة. والدعاء هنا كلنا في حاجة إلى الدعاء وإلى التضرع إلى الله عز وجل. كما قال أحد الصالحين: عجبت لمن له حاجة عند الله كيف لا يقوم في هزيج الليل أو في الثلث الأخير من الليل. فالله سبحانه وتعالى يهبط إلى سماء الدنيا وينادي: أنا من سائل فأعطيه، أنا من طالب حاجات فأعطيه له، أنا من كذا، إلى أن يطلع الفجر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أهل هذا المكان، وأن يبارك للحج محمد المصطفى في مولوده، وأن يكثر منه، وأن يفرحه بهذا المولود، وأن يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. تعالوا بنا لنمتع القلوب والأذان مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ أشرف مدير عام أوقاف ليلة النصر. فليتفضل سيادتك. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه، وبعد. أيها الأحبة، كل عام أنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان الطاهر أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يقبل دعاءنا فيها، وأن يجعل هذه الليلة ليلة القدر يا رب العالمين، وأن يبارك في كل الموجودين والحاضرين وفي أهل هذا المكان. وأوصيكم أيها السادة وفي مثل هذه الأيام كما تعلمنا من حضرة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم حينما قالت له السيدة عائشة: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ بماذا أدعو الله فيها؟ فقال لها السيد الجليل محمد صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. أيها السادة، أوصيكم بذكر الله عز وجل في هذه الليلة وفي الليالي الوترية، وأكثروا من ذكر الله عز وجل. وأفضل الذكر في هذه الليلة قولنا: لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. بركات هذه الكلمة، اسمعوا يا سادة، بركات هذه الكلمة لا تقتصر على الحياة وفقط. بركات هذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا تقتصر على الحياة وفقط، وإنما يمتد أثرها إلى ما بعد الموت وعند سكرات الموت. ولذلك
فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. حضرة الحبيب المصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه. حضرة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم يجلس ذات يوم عشان يقول لنا يعني الكلمة. شوف الكلمة الطيبة دي كلمة كبيرة جدا وكلمة عالية، وشبه المؤمن بهذه الكلمة فقال: يجلس مع أصحابه ذات يوم فقال لهم، سألهم سؤالا لم يجب عنه أحد من الصحابة. فماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم لصحابته: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن، فخبروني ما هي. إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها لا صيفا ولا شتاء ولا ربيعا ولا خريفا، وإنها مثل المؤمن في المنافع، كلها منافع لا ضرر فيها. يقول لك: فسكتت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ثم قال أبو العلوم صاحب البصيرة النافذة والفهم العميق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: إنها النخلة هي التي لا يسقط ورقها لا صيفا ولا شتاء ولا ربيعا ولا خريفا، وإنها مثل المؤمن في المنافع، كلها منافع لا ضرر فيها. فجذعها تصطف منه سقوف البيوت، وجريدها نصنع منه الأقفاص، وخوصها نصنع منه المكاتب، ولوفها نستعمله في الاستحمام والنظافة، وثمارها أي بلحها نأكله، والنوى الذي في البلح نعلف به أنعامنا، فكلها منافع. وشوف القرآن يقول عليها إيه؟ زي كلمة التوحيد: أصلها ثابت وفرعها في السماء. الأصل ثابت يضرب في أعماق الأعماق، والفرع في السماء يوحد من لا يغفل ولا ينام. هذه هي الكلمة الطيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن من يا سادة، بإذن ربها جل في علاه، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال. ليه بيضرب الله الأمثال في القرآن الكريم؟ لعلهم يتذكرون إمتى؟ إذا نسوا، ولعلهم يرجعون إذا نفروا وشردوا. ثم ماذا؟ كمل الآية مولانا: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت. كلمة الشرك لا أصل لها، اجتثت. يعني إيه اجتثت؟ يعني اقتلعت من فوق الأرض. وقلعها واجتثاثها واستئصالها أمر سهل. لماذا؟ لأن الأصل في القلوب، الأصل في القلوب يا سادة أن تكون موحدة بخالقها جل في علاه. وأما الشرك فإنه شذوذ في الرأي ونشاز في التفكير وانحراف في العقل. ولذلك فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فطرة الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن الأصل في القلوب أن تكون موحدة بخالقها جل في علاه. سيدنا أبو ذر عم الشيخ على هامش اللقاء قاعد مع سيدنا النبي صلى الله على النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، قاعد مع سيدنا النبي وسيدنا أبو ذر. جبريل ينزل وقت الجلوس مع سيدنا رسول الله، وقتها ينزل سيدنا جبريل. ولما انتهى سيدنا جبريل قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، جبريل يقرئك السؤال، يقرئك السلام، جبريل يقرئك السلام.
فقال أبو ذر: يا رسول الله، عليه الصلاة والسلام. أو يعرفني جبريل؟ هو عرفني؟ فقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، لقد سألته هذا السؤال فقلت له: أتعرف أبا ذر يا جبريل؟ فقال جبريل: وكيف لا أعرفه يا رسول الله، وملائكة السماء جميعا تعرفه. الله، وكيف لا أعرفه يا رسول الله، وملائكة السماء جميعا تعرفه. قلت، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قلت: فبما عرفتموه يا جبريل؟ فقال جبريل: بكثرة قراءته لقل هو الله أحد، الإيمان كله، التوحيد كله، الإخلاص كله. أقول قولي هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتح الله عليك يا مولانا. استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة والتي خرجت من فم الطيب